الجماهير المغربية تعيش أجواء حماسية قبل المواجهات المقبلة للمنتخب الوطني، ولكن هناك بعض المفاجآت غير السارة. غياب مؤثر لأشرف حكيمي، تحديثات جديدة حول سفيان أمرابط، واستعدادات المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لبطولة إفريقيا، بالإضافة إلى تصريحات نارية من حسام حسن حول محمد صلاح وكأس الأمم الإفريقية. تفاصيل مثيرة بانتظاركم في هذا الفيديو، تابعوا معنا حتى النهاية. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن بدء بيع تذاكر مباراة المغرب وتنزانيا المقررة ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026. التذاكر متاحة عبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب نقاط بيع مباشرة في وجدة وبركان بأسعار تتراوح بين 50 و200 درهم، الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل في الملعب الشرفي بوجدة. في تطور غير متوقع، تأكد غياب أشرف حكيمي عن المواجهة بسبب الإيقاف بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة النيجر. لتعويض هذا الغياب، قرر وليد الركراكي استدعاء يوسف بلعمري لاعب الرجاء الرياضي الذي التحق بمعسكر المنتخب في السعيدية. الركراكي قد يعتمد على بلعمري كظهير أيسر أو في وسط الميدان، في حين يمكن أن يعود نصير مزراوي إلى مركزه الطبيعي كظهير أيمن. هذا التغيير قد يؤثر على طريقة لعب المنتخب، وسيكون من المثير متابعة كيف سيعوض الركراكي هذا النقص في المواجهة المهمة ضد تنزانيا. أما بالنسبة لسفيان أمرابط، فقد شهدت قيمته السوقية تراجعا جديدا وفقا لموقع ترانسفير ماركت، حيث انخفضت من 22 مليون يورو إلى 20 مليون يورو في آخر تحديث. اللاعب الذي انتقل إلى فنربخشة التركي قادما من فيورنتينا على سبيل الإعارة أصبح محط اهتمام إدارة الفريق التركي، التي تسعى لتخفيض قيمة خيار الشراء قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله. رغم هذا التراجع في قيمته السوقية، يواصل أمرابط تقديم مستويات قوية في الدوري التركي، مما يجعله عنصرا مهما سواء لفريقه الحالي أو للمنتخب الوطني المغربي. على الجانب الآخر، أدلى حسام حسن مدرب المنتخب المصري بتصريحات مثيرة حول محمد صلاح وكأس إفريقيا، حيث أكد أن الوقت قد حان لكي يرفع نجم ليفربول الكأس مع منتخب الفراعنة، وأشار إلى أن المنتخب المصري يملك كل المقومات للتتويج رغم قوة المنافسة، مؤكدا أن جميع اللاعبين بقيادة صلاح يقدمون أقصى جهدهم لتحقيق الحلم وإسعاد الجماهير المصرية. كما شدد على أن الفوز بالبطولة الإفريقية سيكون خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم، ما يجعل الضغط على المنتخب المصري كبيرا لتحقيق هذا الهدف. في سياق آخر، تلقى المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة دفعة قوية بانضمام المدافع أمين بوكامر، الذي حصل رسميا على موافقة فيفا لتغيير جنسيته الرياضية والانضمام لأسود الأطلس. اللاعب التحق بمعسكر المنتخب في مركب محمد السادس، حيث يستعد الفريق لمباريات ودية تحضيرية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي ستقام في كوت ديفوار. المنتخب المغربي يتواجد في مجموعة قوية تضم نيجيريا، مصر وجنوب إفريقيا، ما يجعل المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة. المنتخب المغربي أمام تحديات كبيرة في الفترة القادمة بين غيابات مؤثرة وتحضيرات مكثفة للمباريات المقبلة. ما رأيكم في غياب حكيمي؟ وهل تعتقدون أن المنتخب المغربي قادر على تحقيق الفوز أمام تنزانيا؟ وما توقعاتكم لمستقبل سفيان أمرابط؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.